السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. أنا عايز أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن مصطلح اسمه لونش. اللونش حضرتك عمال تسمع اللي بيحب يعني اللي بيتعامل في العقارات. يا فندم احنا عندنا لونش جديد، يا فندم عندنا لونش جديد، معرفش ايه اللونشات، معرفش ايه. في ناس تقول لك لونشات، ناس تقول لك لونشز، معرفش، فاهمني؟ فهو حاجة، بس أنا ممكن أكون شوية متحمس عشان شوية مبسوط. اللونشز دي او اللونش ده بيكون يا اما معنى كلمة يعني افتتاح مشروع جديد، او افتتاح منطقة جديدة في مشروع قديم. يلا يا جماعة احنا هنلونش، هندور ونمشي دلوقتي حالا، في حاجة وقعت. ف فهنمشي دلوقتي، هنعمل بقى اللونش ده. يقول له الناس تقول له يا ابني يعني ايه لونش ده يا ابني، انا مش فاهم حاجة. يعني حضرتك هتحط اي او اي؟ يعني ايه يا ابني الكلام ده بتقوله ده؟ يعني اسمها جدية حجز. ماشي، اسمها جدية حجز. جدية حجز ان حضرتك عايز تخش المشروع ده، عايز تخش المشروع، تدفع بقى 50,000، 100,000، 200,000، في حاجات بيبقى مليون، على حسب كل مشروع وكل شركة. حضرتك بتحطها اسبوعين، 3 شهر، اسبوع، حسب ما الشركة او حسب حضرتك حاطط امتى الفلوس دي، عشان تثبت جديتك في ان انت تحجز في هذا المشروع اللي ان شاء الله هيدخلنا الجنة. كويس. ف تيجي بعد كده تتفاجئ ان انت عامل حسابك ان انت هتشتري مثلا وحدة معينة بشكل معين بسعر معين. الكلام ده لما تسمع كلمة لونش شيل ده من دماغك. انا بكلمكم ليه؟ عشان الفترة دي فيها كمية لونشز رهيبة. يعني بيلونش ده، عايز اقول لكم ايه بيلونش مشروع دي؟ يعني بيطرحوا مشروع جديد للبيع. خلاص. ففي كمية مشروعات الفترة دي مطروحة للبيع، فحضرتك احنا محتاجين منك 100,000 جنيه نحطها عندنا في الشركة عشان نتأكد ان حضرتك مش بتهزر وعايز تشتري عندنا. حلو قوي، حلو. كل الكلام ده محترم، لان الفلوس دي في الاخر محسوبة من لو حضرتك اشتريت، يعني لو حضرتك اشتريت الكلام ده بيتخصم من قيمة المقدم بتاعك. طب لو ما اشتريتش، حضرتك بترجع لك تاني، بتعمل طلب استرداد وممكن تستردها. حلو كده. بعد بقى ايه؟ برضه حسب نظافة الشركة، اسبوعين، شهر، 2، 3. هي في الاخر في حساب الشركة وعمالة تطلع في حساب اليوم باليوم، يدفع منها بقى مرتبات ويدفع منها عمولات ويدفع منها كهرباء ومية وغاز لو هو عايز. حلو. بفلوس حضرتك. كل ده برضو انا مش معترض عليه، بس اللي انا معترض عليه ان العملاء فاكره ان انا في اللونش ده هقعد، وللاسف يعني ده للاسف حاصل، يعني ان انا هقعد اقول ايه، الوحده دي حلوه، مش عارف والله، طب استنى اما اكلم ابن خالتي اللي في امريكا اخد رايه. مفيش. هم الناس ضاغطين علينا بالقصه دي. مفيش دقيقتين دلوقتي حالا انت بتشتري حاجه بملايين، دلوقتي حالا ترد عليا، لازم ترد عليا، لازم معرفش ايه، اتباعت وده اتباعت، والناس على فكره بتشتري. الناس حاولت تنظم على قد ما تقدر، على قد ما تقدر تعمل نظام، مفيش نظام. انا قلت على فيسبوك عندي من كام يوم، احنا شعب غير مؤهل للديمقراطيه وللتكنولوجيا، غير مؤهلين. لان اللي احنا بنشوفه ان تلاقي واحد راجل محترم قاعد مستني دور، تلاقي واحد دخل قدامه عادي زي بتوع العيش كده، في طابور عيش واحد دخل قدامك عادي، مع ان انت دافع فلوس وزيك زي واخد دور قبله. مفيش مشكله خالص، المفروض تاخد نفس الدور ونفس حقوقك تمشي زي ما هي. لا، مفيش. اليومين اللي فاتوا كان في 3 4 لونشات، منها مصر، تطوير مصر، وهايد بارك، ورؤيه. اكتر واحد كان منظم فيهم هايد بارك، لان هو كان بيبيع فيلات وعدد كان قليل، فالموضوع كان شويه. انما بتاع تطوير مصر وبتاع رؤيه، بصراحه ربنا، انا شايف ان دي من اسوأ الحاجات اللي حصلت في التنظيم. تماما، تماما. ارقام سيستم يقع، ما اعرفش ايه دور، ما فيش دور، ما اعرفش، يعني كان موضوع صعب جدا جدا جدا. اللي انا عايز اوصله لحضرتك، لما تسمع كلمه لونش دي، اعرف ان انت بنسبه 80% مش تاخد اللي انت عايزه. هيقول لحضرتك اديني اختيارات. يعني مثلا انت رايح تشتري مثلا حاجه في الساحل، حلو، فانت عايز مثلا دور ارضي بجنينه في الحته دي حلوه، هيقول لك اديني الحته دي واللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها، عشان خاطر لو ما لحقتش واحده من دي اجيب لك دي او اجيب لك دي او اجيب لك دي او اجيب لك دي. مش عارف انا قادر اوصل لحضرتك الفكره ولا لا، ولكن ما تطمعش ان انت تاخد على مزاجك في موضوع اللونش ده. بعد اللونش هتلاقي طبعا ده بيكون اول سعر، او مش اول سعر، لان شركه رؤيه امبارح غيروا الاسعار حوالي مرتين ثلاثه واحنا قاعدين. حلو. والعملاء يعني كانت مضطره، يعني اللي عايز يشتري عنده ظروف واللي عايز يحط فلوس، فطبعا الناس برضو مضطره. ف فوارد جدا وحضرتك قاعد انت عارف ان دي ثمنها النهارده اي رقم 10 جنيه،
وانت قاعد يقول لك لا دول خرسوا فهننزل وحدات تانية وانت قاعد بس ب 20 جنيه. مش عايز تشتري حضرتك، مش هنقدر نعمل لك حاجه. ده عرض وطلب. في الاخر وفي الاول الامر متروك لحضراتكم. انا بس حاولت افهمك ان انت لو دخلت لونش مش هتاخد اللي انت عايزه بنسبه 80%. بتوفيق ربنا تاخد اللي انت عايزه، طبعا تاخد اي حاجه تمشي على الميه زي ما بيقولوا كده. ولكن الترتيب بتاعنا احنا هنا مفيش ترتيب، مفيش نظام. اللونش الميزه الوحيده اللي فيه ان حضرتك ممكن تلحق سعر يكون كويس، الباقي كله انت ونصيبك. اسف ان انا بتكلم محتد شويه، بس فعلا الموضوع كان رخم امبارح واول امبارح واول وانا اسبوعين عايشين في هم يعني. اتمنى ما اكونش متقل عليكم، ولو ضيعت وقتك على الفاضي سامحني. اشوفكم على خير.